تكون غير نظرة البنت لبنت. اوكي. هو ايه، وده اللي هنعرفه اكتر مع الدكتورة ميسة مجدي بعد الفاصل ونناقش الموضوع. خليكم معانا. أهلا بكم من جديد، ونرحب بضيفتنا دكتورة ميسة مجدي. اهلا وسهلا بك. أهلا فيك دكتورة. اهلا بك دكتورة، عندنا أسئلة كثير اليوم حابين تشاركينا فيها وحابين تعطينا رأيك. انا متحمسه جدا ان انا اسمع الاسئله. دكتورة، هل فعلا الست بتكره الست اللي نفسها بتحقد عليها؟ وهل هذه أشياء يعني داخلية، مشاعر داخلية، ولا عادات وتقاليد تربينا عليها؟ تمام، بصي خلينا نتفق على حاجه، ان الغيره شعور طبيعي جدا. طبيعي جدا ان هو يكون موجود عند الست وعند اي حد. طالما انسان وكائن حي، هو طبيعي جدا ان هو يحس بالغيره، وطبيعي جدا ان هو يشعر بالغيره. الغيره شعور بيتخلق جوانا في اي بني ادم من عمر 18 شهر. من عمر 18 شهر الطفل بيغير. غير عشان الناس اللي بتمشي دي تمشي زيها، غير واتكلم زي الناس اللي بتتكلم دي. شعور الغيره ده لو مش موجود، محدش هيمشي، محدش هيتكلم، محدش هيتطور. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني الغيره شعور طبيعي جدا، بس الفكره ان احنا ازاي الغيره دي تكون شعور طبيعي، ولا شعور يقتلني، او شعور ان هو يحجمني. فكرة ان انا بغير، طبيعي جدا ان انا غير. الغيرة شعور جاي يقول لي رسالة، جاي محمل برسالة. رسالته يقول لي الشخص اللي انت غيرانة منه ده، على فكرة انت عندك المهارات دي، ده المهارات دي جواكي. فكرة ايه؟ بصي كده، لو واحد مثلا، يعني في مثال دايما صاحبتي بتقولي لو حد هندي بيتكلم قدامك وانت مش فاهمة اللغة الهندي دي، هتفهمي منه حاجة؟ هيأثر فيكي اصلا لو بيشتم او بيتكلم او باي حاجة؟ مش هتحسي معاه باي حاجه خالص. ليه؟ لان انت مش فاهمه لغته دي مش عندك. نفس الفكره لما حد انت بتغيري منه، دي رساله. زي المشاعر كلها جنود من عند ربنا، محمله برساله. رسالتها ايه الغيره دي؟ جايه تقولك على فكره انت جواكي المهارات دي، انت جواكي الانوثه دي، انت جواكي الحاجه دي، خرجيها. جه وقتها ان انت تخرجيها. دي جرس انذار او رساله محمله بيكي، خرجي المهاره بتاعتك دي. ده بيحصل لما يبقى الموضوع عام. بس احنا ملاحظين ان الموضوع عند الست للست فوق الوصف. هقولك الست للست ليه؟ الست للست لان اول حاجه الوهله الاولى للستات على فكره مش سهله خالص. ليه؟ الوهله الاولى للستات دايما بتكون نظره تقييم، لانك من نفس النوع. عمر الغيره ما هتبقى من راجل لست، ممكن راجل مع راجل. الغيره دايما بتكون من نفس النوع، يعني نفس هو الجنس. نفس النظام، الراجل للراجل بيغير زي الست للست؟ ممكن، بس مش بنفس الدرجه، لان طريقه تفكير الست والنفسيه والتكوين النفسي للست غير التكوين النفسي للراجل تماما. ما هو ممكن من الراجل للراجل بيحاول يقيم عشان يشوف ده ممكن يبقى احسن مني في ايه شويه. لا، هو في الحته دي ممتازه عني، فانا ممكن ابدا اغير نفسي شويه عشان ابقى زيه. الست بقى غير كده، الست عايزه تقيم عشان تطلع فيها اي حاجه سلبيه وسلام. طيب خلينا نفرق ان في فرق كبير جدا ما بين الغيره وما بين الحقد. في الغيره شعور طبيعي. انا استقبالي ليها، لو استقبلت ان الغيره دي شعور طبيعي واعترف بيها واسمح لها بالتواجد، هعمل ايه؟ هبدا اتعامل واخد شفره الغيره ديت، ان هي جايه بتقول لي ان انت عندك المهاره دي، عندك الحته دي. لكن انا بعمل ايه؟ انا باخد الغيره دي بحط لها ليبلز تاني. انت تنكه، ايوه، انت شعرك على فكره مش حلو المره دي، مغروره، على فكره العربيه بتاعتك مش شيك خالص. دكتوره، ممكن اصلا يكون هاي اللي هي حاقده عليها او غيرانه منها، ممكن تكون هي احسن منها بمراحل، بس مش عارفه شو الشيء اللي جواتها احسن منها. مو كل وحده، كل انثى، كل مدام، كل بنت فيها شيء بيميزها عن البنت الثانيه. بالظبط، ما هو بس ده كيف دورنا بقى. تستخرجوا؟ ما هو ده دورنا. ده بيبقى دورنا ان احنا دلوقتي في نفسها. لا بصي هقول لك، ده دورنا دلوقتي ان احنا بنقول ان الغيره شعور طبيعي. الفكره ان احنا الفتره اللي فاتت احنا حطينا ليبلز كتير جدا للغيره، بس في الحقيقه ما حدش بيعترف ان هي غيره. انا ما بعترفش ان انت احلى مني. دكتوره ميسة، انت شايفه ان ازاي الست تتصرف لما بتلاقي حقد من بنت زيها؟ بصي يا ستي، هي حاجه واحده بس، تشفق عليها.